يا مساء الفل عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الوصفه الجميله اللي انتوا شايفينها دي. هنحتاج فيها مكونات بسيطه. حبه كوسه كده، كيلو الا ربع كيلو، نص كيلو، الكميه اللي انتوا عايزينها. الكوسه ملهاش مقدار، هنقشرها بالسكينه دي، السكينه تكون مشرشره كده، وهقشرها وهركنها. وهيكون معايا بصلايه صغيره كده هبشرها بشر ناعم عشان نعمل بيها الكفته. هحط شوية خضرة مشكلة، بس الأكتر في الخضرة بتاعتي دي البقدونس، ممكن تقدروا تحطي بقدونس بس بيكون أحلى حاجة. ومعايا هنا لحمة مفرومة، ده نص كيلو، أنا لسه جايباها طازة وفرمها وشين، يعني خليت الجزار فرمها لي وشين، يعني ناعمة، لحمة مفرومة ناعمة. هي الكفتة بتحب اللحمة تكون ناعمة. معايا هنا البهارات بسيطة جدا، كمون، فلفل اسود، بابريكا، توم بودرة، بصل بودرة، وملح. بس هو ده اللي احنا هنحتاجه. معايا اهم حاجة بقى الكيس البهارات بتاع الكفتة ده الجاهز، خلطة الكفتة دي، ده بتاع ماجي، حلو جدا، هو اللي بيديها طعم حلو. فضيت الكيس على ده نص كيلو لحمة، وبصلاية صغيرة، وشوية الخضرة، والبهارات اللي قلتلكوا عليها. وحطيت هنا بقى باقي شوية الخضرة اللي كانوا معايا. ومعايا هنا 5 معالق بقسماط. البقسماط ده انا اللي عاملاه، عبارة عن فينو مثلا بيكون زايد مننا بنحمصه، وطحنتهم بيكون انضف حاجة. دول 5 معالق بس. هحط معاهم بيضاية عشان برضو تزود التماسك بتاع الكفتة شوية، وبرضو بتزود القيمة الغذائية بتاعت الكفتة، بتكون أحلى، فيها فايدة برضو. هقلبهم مع بعض كده، وهعجنهم بإيدي عجنة كويسة جدا جدا، لحد ما تحس كده ان الكفتة طلعت خيوط كده من اللحمة، طلعت أنسجتها وخيوطها واتمسكت مع بعضها. هنا بقى انا فتت مكعب مرقة خضار، مرقة فراخ، دوت بيتفتت بسهولة. ملحت بيه الكوسة من بره كده، يعني بدل ما احطش كمية توابل من هنا ومن هنا، فانا تبلتها بمكعب المرق ده بس. وهركنها، وهنشوف بقى هنسوي الحاجات دي ازاي. معايا هنا شوية حجر، ده الحجر اللي هو الصخري، ده عندي على طول، انا يعني عملت بيه وصفات قبل كده، وبغسله وبشيله، بغسله وبنشفه وبشيله، مفيهوش اي حاجة خالص. طبعا ده بيتباع عند الموان او عند بتوع اللي بيبيعوا احواض سمك الزينة. ده حجر اسمه حجر صخري، ما بيطلعش طبعا اي حاجة، يعني زيه زي مثلا الزلطة كده مثلا. بغسله غسلة كويسة جدا لحد ما احس ان المية بتاعته بقت رايقة خالص، وبسيبه يتصفى شوية، وبعد كده بفضيه في صينية. اللي انا هشوي فيها صينية تكون قديمة عندك، اشتغلي فيها اي صينية تكوني مستغنية عنها، بفضيه فيها. وهو ده اللي احنا هنسوي فيه. هنا معايا بقى الكوسة، انا قطعتها كده، يعني قطع كبيرة شوية، دواير ترنشات عريضة شوية يعني. طبعا هي شربت من الملح بتاع المكعب المرق. اللي عايز يزود ملح، او اذا عايز يزود بهارات تاني يزود، اللي عايز يحط بهارات زيادة في الكفتة برضو براحتكم. تمام. وبعملها كده في اسياخ الشيش طاووق، وبركنها. بحط قطعة كوسة وقطعة لحمة من الكفتة دي، اهي زي ما انتوا شايفين كده. وصفة سهلة وجميلة، تقدروا تسووا الكفتة دي او الاسياخ ديت، ممكن اللي مش عايز يسويها على الحجارة ينفع تسووها على الفحم طبعا. بس احنا الحجارة حلوة في انك انت اللي ما عندوش امكانية الفحم وكده، وبيديكي طعم وريحة، ويعني وانت بتشويها كأنك بتشويها على الفحم فعلا، بتبقى ريحتها جميلة جدا. تمام. وممكن ترصوها في صواني وتدخليها الفرن تتسوى في الفرن، برضه هتكون حلوة. واحط قطعة كوسة وقطعة لحمة، انا يعني بعد ما عملت سخين كده، عملت كمية اللحمة كلها كده زي ما انتوا شايفين، عملتها كلها كده، كورتها وجهزتها، فكده ايه بتبقى سهلة. الكوسة متقطعة، والكفتة اهي معمولة عبارة عن كور كده. وبتعملي كمية الكفتة كلها والكوسة بتجهزيهم، وبنروح بقى ايه على البوتاجاز وهنشويها. هديها بس مسحة كده بفرشة، مسحة زيت خفيفة جدا، ممكن تديها مسحة سمنة أو زبدة. على العين التانية أنا كنت بحمر شوية مكرونة وبعملهم جنبها.
بالفرشة كده مسحة خفيفة جدا من الزيت، وبرص كده بقى برضه زي ما انتوا شايفين. برص بقى الكمية كده. طبعا في الوقت ده كانت الحجارة سخنت جدا، وانا كنت اختبرتها طبعا من بعيد كده، وعرفت ان هي سخنت جامد وحطها من بدري. لازم طبعا الحجارة تكون سخنة قوي، وكل ما تحس ان في جزء احمر بتفضلي تقلبي فيها كأنك بتشوي على الفحم بالظبط. بنفضل نقلب فيها كده لحد ما تاخد لون من كل ناحية ونحس ان هي استوت فعلا. اهي بصوا، يعني شايفين البخار اللي طالع ده. الكوسة طبعا كانت بتنزل في مية في أرضية الصينية من تحت، والمية بتتبخر اهي وبتطلع. بيكون ريحتها حلوة جدا جدا بجد، هتعجبكم. دي تاني رصة، انا عملتهم على 3 مرات. الكمية اللي انا عملتها على شويتهم على 3 مرات، يعني شلت جزء وحطينا التاني والتالت وكده. اهي زي ما انتوا شايفين كده، انا قربت لكم الكاميرا. وكل مرة بعمل فيها وصفة على الحجارة لازم احب امر فيها عيش. تأمير العيش فيها تحفة، كأنك انتي لو العيش عندك ليه 3 ايام 4 ايام ومفتل خالص، اول ما بتحطيه عليها تحسي كده ان العيش كأنه طالع من الفرن طازة خالص، وبيكون طري وما بياخدش لون. بيكون جميل جدا جدا، يعني جميلة قوي قوي في تأمير العيش وتسخين العيش. سخنوا عليها العيش جميلة تحفة. بس كده وخلصنا الوجبة بتاعتنا. ايه، شوية مكرونة. طبعا كنت عاملة سلطة ونسيت اطلعها من التلاجة، سلطة الطحينة. جربوا الوصفة ديت وقدموا معاها بقى اللي انتوا عايزينه. شايفين منظرها جميلة جدا جدا، كل حاجة فيها مستوية. والكوسة طبعا عشان منها كوسة صغيرة فما كانتش قلبها معجن، فعشان كده انا بقول لكم هاتوا الكوسة الصغيرة افضل من الكبيرة. ان الكبيرة بيكون فيها بذور كتير وهتبقى قلبها معجن كده ومش حلو، انما دي متماسكة كده وكان مستوية بس مش معجنة طبعا. جربوا الوصفة دي جميلة جدا، هتعجب ولادكم هيفرحوا بيها. وتقدروا تحطوا انواع خضار مختلفة اللي انتوا عايزينه. بصوا الكفتة كمان كانت طالعة هشة جدا وجميلة مش مكتومة. بصوا عاملة ازاي الكفتة، طرية جدا اهي، هشة مش مكتومة ومتماسكة. طعمها كان طالع تحفة، التتبيلة بتاعتها مظبوطة وحلوة جدا جدا. جربوا الوصفة دي هتعجب ولادكم. بس كده خلص الفيديو، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك للفيديو، ونشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي.